جماعة، كيفكم؟ شو اخباركم؟ طمنونا عنكم. اليوم رجعنا بفيديو جديد وبفكرة مختلفة عن كل مرة. رجعنا اليوم بزيارة عند صديقتي المغربية. حبيت اعمل فيديو تحدي لهجات يا جماعة. كنا بنعرف انه اللهجة المغربية شوية صعيبة، صح؟ صعيبة تقولوا؟ شوية صعبة. فانا اقترحت عليها انه اعمل انا وياها فيديو تحدي لهجات، ونشوف مين اللي فيديو مختلف، مين اللي لهجته اصعب او اسهل، او ما اعرف شو وجه التشابه ما بيننا. المهم قررنا نعمل فيديو اليوم. صديقتي عندها قناة باليوتيوب، ححط لكم رابطها تحت يا جماعة، لا تنسوا تشتركوا فيها. هي ما حتطلع معي لانه معنا لسه ما بتحب تطلع كثير على الكاميرا، لهيك حتلاقوا الرابط تحت. لا تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعلوا الجرس وتشجعونا لنستمر بفيديوهات تانية. اوكي يا جماعة، حطوا لنا لايك شير سبسكرايب، ويلا معاي على الفيديو. يلا حفيظة، هتبدي انت تحكي كلمات، عرفتي؟ علشان الناس ما اقول ما ينفع ياخذ صفات حفيظة يا جماعة. هي حتى شوفوا النكتة وين، هي حاطة اسمها بالقناة وكاتبة وصفات حفيظة، وبتقول ما تقولي اسمي ده يعني انت بدك تطلعي مجهول بالمرة في اليوتيوب كده. يلا حفيظة، شوفي التحدي شو، انت اللي حتحكي الكلمة وانا حشوف اذا فهمتها او عرفت معناها بالمغربي. مع انه انا يا جماعة صار لي قديش صديقة معي، يمكن 5 سنين او اكثر. فيكم تقول انه انا لحد الان ما كان افهم اللهجة عليها بالمرة، غير هي بتحكي معنا بالفلسطيني شوي، عراقي شوي، سوري شوي، لحتى نقدر. يلا حفيظة قولي مرحبا. رحبي يا حفيظة. يو السلام عليكم، كديرين؟ لاباس؟ كديرين مع الصحة؟ ان شاء الله تكونوا بخير وسلام وعواشركم مبروكة، ويدخل علينا رمضان بالصحة والراحة وطول العمر ان شاء الله للجميع الأمة الإسلامية ان شاء الله في أي مكان، في أي دولة، وفي داخل الوطن وخارج الوطن وعلى العالم العربي كله. ما شاء الله عليك يا حفيظة، شو الترحيب حلو. نبدأ بالصلاة على النبي يا جماعة. عليه الصلاة الصلاة على النبي. والسلام. إذا احتجت ترجمة ممكن أحط ترجمة الحكي بالفيديو حفيظة والله يلا حفيظة، أنت حتبدي التحدي وبعدين أنا شو أرد. أول كلمة نقول ليها طلعتي لي الدم. طلعتي لي الدم، شو يعني طلعتي لي الدم؟ انجرحتي يعني؟ لا. طلعتي لي الدم، عرفتي مني يعني؟ لا. عصبتي؟ لا، طلعتي لي الدم. تقريبا عصبتي. عصبتي، الحمد لله، برافو. عصبتيني يعني نرفزتيني يعني. نرفزتك؟ طب حلو، تخصصي بالحياة أنا رفزك، أنا شو ورايا طب يلا الكلمة اللي بعديها. الحمد لله، يعني هذا بونت لإلي. طيب حلو، أنا نجحت. ها في واحدة. الكلمة الثانية، كنضحك معاك انتي غزالة. كان يضحك معاكي، نمزح معاكي يعني؟ انت غزالة حلو. لا بسمعها كثير بالقنوات المغربية، غزالات ديالي، غزالة ديالي. هاي الكلمة يا جماعة أنا كثير عارفاها، لأنه كثير بحضر على فيديوهات ما شاء الله مغاربة، بس ما بفهم ولا كلمة من الغزالة ديالي. سمحي لي يا اختي، كنضحك معك، انت عندي ضيفه في داري، ما نقدرش يعني نقلقك. لا هذا فاهمة، حافظة دائما تحكي سامحيني يا حبيبي سامحيني لحد الآن أنت تمام حفيظة. لا هذول الكلمات أنا فاهماهم. سامحيني يا حبيبتي، أنا أمزح معاكي لأنه أنا ببيتك تحترميني يعني إحنا نقول دايس بساطي ما نقدر نحكي، يعني خلاص أحترمك وأوجبك. شفتي كيف؟ تقارب في اللهجات، ثقافات. ما هو لحد الآن أنت عم تحكي معي كلام دلع على فكرة. لا يعني عشان انا بتحمل. انا قلت لك في الاول كلمه يعني طلعتي لي الدم، يعني كان يعني يا حافظه مو مش تحدي كملي حفيظه. نضي سيري بحالك. اروح ماني راح اعدالك حفيظه قاعده. احلى شيء الضيافه المغربي. انا يا جماعه اكثر شيء بحبه في المغاربه ضيافتهم. اشبع وانا قاعده بس بالضياف، مرحله الضيافه يلا حفيظه، يلا لا تسرحي. انتينا عزيزه عليا. غاليه علي، حتى عزيزه عنا، عزيزه وغاليه نحن بنقول. والله اني شطور، افهم لهجات. والله مشاو ليا كله. مش راحت الورقه حفيظه، راحت الورقه، اقصه بالمونتاج، حينتحر حسين. قومي
لا خلت تقول يعني كلمات خفيفة مثلا لا، أغراض مطبخ، اي قولي أغراض أوكي. البيت. إيه بس صوت القصي. كله ينقص. المعلقة. معلقة. كوزينة ديالي. المطبخ. قومي هاتي الورقة اللي كتبت. سدادر كي جاوب سدادر. ازدهادر. شو ازدهادر؟ سدادر. يلا نحن عندنا سدال الصلاة تبع الصلاة. شنو شو ازدهادر؟ يعني اللي بنلبس عشان نصلي فيه لا بسمى سدال عندنا. لا شو الازدهادر؟ سدادر ديالي زوينين ولا خايبين؟ ازدهادر ما عمري سمعتها. عمركيش حكيتيها؟ والله عمرها ما حكتها يا جماعة هاي الكلمة. شو؟ نترجمها لك يعني ضروري؟ لا نترجمها ولا بلاش؟ كيف يعني الترجمة؟ يعني نقول لك شنو هي؟ انت بتحكي الحين عربي ولا ألماني؟ كيفاش انا نحكي عربي؟ سدادر يعني هادو معروفين. انت اصلا قاعده عليهم. كنبيات. ها والله جاد، والله ما عمرك حكيت ازدادر معي. هاي أول مرة أعرف هاي الشغلة، والله أول مرة أعرف ازدادر. أحفظها اكتبها بقاموسي. تيجيك هذاك الطابلو اللي معلق. انت هيك بتعرفيني قاعدة. ما ينفع. تحدي حفيظة، تحدي. الطابلو. طابلو يعني البرواز. شوف الفرق باللهجات، احنا برواز اوكي. بنقول عنه. الشرجم. شاحن. لا شرجم يعني سرجم. أشك يا جماعة إنها بتحكي عربي أصلا. شارجم عمراش مرت علي. شباك. لا. يا الخوامي ديالي زوينين ولا خايبين؟ شو الخوامي؟ خوامي كي جاوك الخوامي ديالي؟ ديالي أنا بعرف ديالي يعني تبعاتي. يعني اللي خوامي يعني خوامي إلي يعني خاميات يعني؟ الخاميات اللي خواتك مساوياهم. يعني؟ لا مش خاميات. خمي. ستاير. لا يا ربي يا لاوي، بنعمروا على المغرب بدي مترجم وحياة الله بدي إذا رحت على المغرب بدي مترجم يكون معايا لحتى أفهم. خوامي. ناسي الناموسية. كي جاتك الناموسية؟ شو الناموسية؟ الناموسية يعني لو الناموسية عندنا بتحمي من الدبان، هاي بنحط عشان ما نجي دبان. الناموسية اللي نعستي عليها زوينة ولا اختخت يعني؟ يا الله احنا الناموسية تبعت وحياة الله تبعت بنحطها على الطفل، بنقول الناموسية عشان ما يجي عليه حشرات. هاي لهجتنا يا جماعة، ما أعرف عاد أنا. خزو. نحن بنقول مخزي. لا خزو احنا عندنا هاي خضر خزو. لا نحن مخزي يعني إنه واحد كيف عامل شيء شين أو مو حلو أو مو زوين زي ما تقولوا. لا ما أعرف شو. لا أنت صعبتي، أنا بالأول معترضة إنه مسهلة. الجزر. كذا والله عندنا خزو اسمه الجزر. حافظة هاتيلك سطل الجزر. يعني أنا لو رحت أسوق المغاربة بضلوا يقولوا جزء من هلا العيد. مطيشة. هذه لغة الجبل ولا شو؟ لا لغة عفوية مغربية. ورب الكعبة لما مرة بحكي لها صديقات مغربيات إنه أنتم ما بتحكوا مغربي عصبوا علي، ما بتحكوا عربي عصبوا علي. أنا وحدة بتعصب عليك يعني هي مع عربي. أنت العربي بنتي عليها. عمري ما سمعتها بأي لهجة، لا عراقي لا سوري لا ما يمكن كل الدول العربية بتلفظ غلط اللهجات، انت بتلفظ صح. يلا قولي شو ما عرفت مقيشة. شو المقيشة؟ والله ما بعرف. ما عرفتي المقيشة؟ طماطم بندورة انتم تسميوها. بربك ما انصدمتي انت، بربك والله عمرها ما تجي على بالي. والله لو رحت سوق المغرب بلضيع. المهم هم الحلو يا جماعة بالمغاربة أو الجزائري أو لا التوانسة شوي أنا بحسها مرة يعني يفهموا كل اللهجات، يحكوا بكل اللهجات بسرعة، يتعلموا اللهجات. إحنا صح بنتعلم لهجتكم والله. شوف كم سنة أنا وإنتي، وهي على فكرة ما بتحكي أنت معنا، دايما تحكي بكل لهجتنا ما تحكي بالمغربي.
طيب مقيشة بندور. مطيشه. مطيشة. زعلان اني خربطت. ايوه مطيش، احنا عندنا كلمة مقابلها ملطشة. البربره. نحن عندنا بربره مسوي بها زلط، يعني انت بتحبيها كثير وايمان حتى هي بتحبها. اوعي تقولي لي الخس. لا على فكرة احنا بربر عندنا بلد هاي لغه، في لغه اسمها لغه البربريين لكن هي بربره عندنا زلط. ايمان بتموت عليها. اوعي تقولي هذه يا الحمرا. من اكلت ايش عليها. اسمها؟ شمندة. لا والله يا لهوي يما، والله بدي مترجم. لا وهي شغلات بسيطة يعني، انت لسه بالخضرة. بسيطة هي. عندك بسيطة حبيبتي، ما عندي شو 3 زلطش بالزفة، انا ما فاهمة ولا كلمة. التحميرة. شو التحميرة؟ هذه يعني انت قلتي لي اغراض المطبخ، هاني بقول لك اغراض المطبخ. لا ما تعرفي بالمطبخ، خلص اطلع انا يئست. التحميرة يعني شيء محمر احنا. لا انا يئست، اطلعي من هالموضوع. المطبخ. التحميرة هي سميتها البابريكا. شو بتسميها انتم البابريكا؟ بابريكا. ولا لها علاقة، كم لحظة. والله ولا لها علاقة، وحياة الله. بس يلا. الزعفران عندنا الزعفران. عندكم نفسه الزعفران. لزقت في المطبخ حافظة لأنه فاتحة قناة طبخ يا جماعة، فخلص كل تفكيرها بالمطبخ. يعني إنسان يسعد تدخل المطبخ تقعد فيه 10 ساعات ما تتعب أبدا. أنا بدخل 5 دقائق بس بدي إحباط. والله ما بحبه. كملي يلا يم التحميرة. الله يستر ما تحمرنا. الملاية حتى نحن عندنا على التخت تفرشيها شرشف أو البطانية. لا نحن شفتي نحط على الشرشف ملاية، بالذات المصريين أكثر شيء يحكوها الملاية. حتى الملاية بيت بطانية يعني بطانية ولا كاشة، يعني حتى انتم عندكم كاشة تقول لي كاشة. لا كاشة يعني بطانية. الحمد لله. طيب يلا فعلا صار تحدي لهجات، أنا كنت أفكر موضوع بسيط طلع من جد صعب. كملي. التكاية المخدة. لاني بسمعك بتقولي هاتي التكاية كثير. يلا كملي يا بنت كملي. شفتي يا جماعة؟ شو الكونجة هاي؟ بونجا. شو البونجة؟ البونجا يعني بونجا يعني عندها بيستعملوها كثير يعني. والله ما أعرف. سجادة؟ لا، أولا واحدة قاعدة عليها هي فرشة بونجا. حتى بالهولندي حافظة على مترس أنا بس. بالإنجليزي مترس. بونجا من وين هاي؟ من وين بونجا شكلها؟ أستحلفك بالله. يعني هذه من وين جايبين اللهجات؟ هذه إلا أشياء بسيطة. طب احكي لنا شيء ثقيل أشوف. يلا شيء ثقيل أشوف لوين بدي أوصل. هذا الدخل بتحدي الغباء اللي نازل بالتوك توك حاليا. الله يا جماعة أصور لكم منظر الثلج رهيب برا بجنن. إلا أحطه هلا، أحط لقطة. قولي يلا. البوطة مخالفة بالهولندي. لا بوطة يعني كثير في المطبخ. شريطة يعني؟ قطعة قماش؟ لا، بوطة غاز، بوطة ماي. قصدك جرة الغاز؟ القنينة يعني؟ القنية يعني؟ قرعة. هذيك نسميها قرعة. انت قلتي قرعة، انا عارفة حافظاها قرعة. والله ما صعبات يعني، فكرت انا بس كفلسطينية ماني فاهمة هذا الشيء. بعدين اعمل معك تحدي لهجات عراقي انت، شوف اضيع وين. السهم العادي اللي نضربه. اضربك سهم الحين اجيب القوس بالسهم. صعب يعني. سهم يعني هذه لغة يعني جبلية كمان جبلية. كتر خيرك انا مش فاهمة العادي لما فهمش. عرفت شو هو السهم؟ لا والله. هاي الشجرة اللي عندي برا طويلة اللي قلت لك. يعني شيء طويل قلت لك ولا الإيمان في
في عصفور سرق لي مفاتيح وطلعهم لي عليها. لا والله. هاي الشجره الطويله اللي ورا البيت. عصفور سرق المفاتيح. والله حطيت مفاتيح، فتحتها الباب، هذا الباب اللي ورا عندي مفتاح، وحطيته في عندهم هنا الطير زي الحرامي. انا سمعت الطير الحرامي تلاقي كل شيء عنده. حطيته فوق الطاوله برا في الجرده. يا الله والله العظيم دخلت نطلع الكراسي، نزلت لقيت الطير اخذ المفاتيح وطالع وراح وحطهم الفوق لحد الان. والله غيرنا هاي المفتاح. والله شو شفتي؟ لا مع الطلعه انا شفت الطير وصارت تقول لي ماما خاذ المفاتيح. انا حضرت فيديو مره زي هيك عن طير بيسرق كل شيء. والله ليش ما العظيم. نزلتيهن؟ وين طلع على هذيك الشجره الفوق هاي الطويله اللي عندنا ورا البيت؟ كيف نلحقها؟ مش عارفه. خلص احنا اصلا غيرنا المفتاح. احسن. شفتي كيف هذا؟ والله والله العظيم هلا ما نخليهم، ما نحطوا المفاتيح ورا برا. لا ما تحطوهم والله. يعني ممكن تديهم الإقامة. الإقامة تبعت لا مش الإقامة فيها 2 أنواع. الإقامة يعني كمان لها معنيين. معنيين. يا حبيبي أنا مش فاهمة معنى. قولي لي معنى واحدة. ما أعرف يا جماعة والله، اللي يعرف يكتب بالتعليقات. يلا قولي. خلص يئست. أنت بتحبي تشربي عندي الشاي بالإقامة بالنعناع. الإقامة بنسميوها يعني الإقامة البهارات نتاع الطبخ بنسميهم الإقامة. كذب والله. شوهت أبوها النعت. والله نحكي معكم لما ندخل كلمة ألمانيين ما تفهموا. لو نحكي معكم مغربي ما فكرك تحكي ألماني ورب الكعبة. والله أنا لو حسيت تحكي مغربي أنا فكرك تحكي ألماني وحياة الله ما كذب. مرات لو تحكي بتكوني عارفة شو بدك تحكي مع بناتك فكرك بتحكي ألماني. قصرية. كرسي يعني؟ لا قصرية. لو أقول لك شو معنى قصرية عنا لا تشردي. لا تقوليها، لو كانت خايبة لا تقوليها. لا ما أقولها خلاص أنت قولي ما أعرف. ما عرفتي قصرية هي اللي بحط لكم فيها الكسكس اللي بعجن فيها. بالليبي اسمها قصعة. أو نحن عندنا تشط أو إنه مش عارفة شو أنتوا عندكم بالعراق يقولوا عليها؟ عجان. ما أعرف. طيب تلفازة ما أعرف. تلفزيون سهلة هاي مو لهجتكم لأنها هي لغة بس أنتوا حرفتوها. طبعا في ناس تقوم تزعل للمزح. احنا يا جماعة بنمزحها. كملي يلا. الدص. شو الدص؟ الدص يعني دص. أنا قاعدة على الدص. كرسي؟ لا. الأرض يعني إلا بلاطة أنتم تسميوها. نحن نسميه بلاطة رخام. نسميوها الدص. مش رايحة المغرب تاخذ بترجم هذيك الساعة. انتي جاية عندي مزلوطة. تزلط عنا كبيرة. عارفة شنو هي مزلوطة؟ مزلوطة يعني مفلسة. مفلسة؟ لا عندك ولا لا نحن انه شايل حجابك عرفت؟ لا ما تدخل. مزلط بالعربي الفلسطيني. لا مزلوطة يعني مفلسة يعني ما عندك ولا سنت. الحمد لله عارفة انت الموضوع. يلا لا تعلني على صداقات يا جماعة. يلا كمان كلمة. يلا غزلاتي ديالي الغزالة ديالي. بتفكري كتير يعني بيروح لك الكلمات يعني قد ما قبيله وانا بحكي معك هاي فقلت لك احكيهم عفويا يعني راح. وبهيك يا جماعه بيكون خلص الفيديو تبعنا لليوم. تحدي لهجات مغربي فلسطيني. بصراحه طلعت فشل تقريبا. عرفت اول 3 كلمات وبقيه الكلمات ما عرفت فيهم اي شيء. يعني لهجه صعيبه بالزاف كثير صح. نحن بالزاف يعني كثير. هاي حافظاها لي كثير بسمعها بالاغاني وبالكلمات. المهم يا جماعه ان شاء الله يكون الفيديو تبعنا اليوم عجبكم. لا تنسوا تشتركوا بالقناه وتفعلوا الجرس وتحطوا لنا لايك سبسكرايب وحنقومكم سلام. ولا تنسوا تتابعوا قناه صديقتي حفيظه حاطها بالصندوق الوصف تحت. وخليكم معنا فيديوهاتنا الجديده
وإن شاء الله تكون نالت إعجابكم، والسلام.